السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الفل والورد والياسمين على أحلى بنات حلوين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال دايما يا رب. تعالوا نشوف فكرة الفيديو بتاعت النهاردة. جايه لكم النهاردة بكام فكرة كده أو كام خطوة حلوين جدا جدا يا بنات، هيخليكم محافظة على نظافة بيتك، ودايما بيتك هيبقى ريحته مميزة وحلوة. ودايما هيبقى منظم ومنسق كده حتى لو فيه أطفال بأعمار مختلفة ومش قادرة السيطرة عليهم. النهاردة كده إن شاء الله بأمر الله هنعرف نظبط الدنيا ظابطه زي الفل بامر الله. بس الاول حطي لي لايك كده للحلو للفيديو وكومنت قمر زيك كده، وارفعي الفيديو بالصلاه على النبي. ولو لسه ما اشتركتيش في القناه اضغطي على زرار الاشتراك وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد بنزله. طب الافكار النهارده بتاعتي النهارده بقى معايا ايه هي يا بنات؟ بصي بقى، قبل اي حاجه خالص اول ما تصحي كده من النوم بلاش 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 نمسك التليفون. صدقوني بياخد مننا وقت فظيع وهتلاقي الوقت يجري منك، وبعد كده تقومي عايزه تكروت البيت كروته كروته كده لان خلاص اليوم راح منك. فاول حاجه استبعديها خالص التليفون ده تكافئي بيه نفسك في الاخر بعد ما تخلصي وتنجزي اللي وراكي. يبقى ساعتها تمسكي بقى التليفون ساعه، تمسكي اتنين، فبراحتك. تمام كده متفقين على المبدأ ده. بصي بقى، بمجرد اول ما تصحي كده من النوم واول ما تنزلي كده من على السرير، قبل ما تعملي اي حاجه وقبل ما تدخلي الحمام والكلام ده كله، لفي لفه سريعه كده في الاوضه. بصي هي مش هتاخد معاكي وقت خالص، يعني اقل من 5 دقايق، وحتى لو وصلت ل5 دقايق هتكوني مظبطه الدنيا كلها. هتلفي لي لفه كده سريعه في الاوضه. هي ايه بقى؟ هتشدي لي كده الملايه كده بتاعه الاوضه بتاعتك كده، تنفضيها وتقومي فرشاها تاني. تمام كده. ويكون معاكي كده حته قماشه كده نظيفه تلمعي لي كده بقى الكومودينو والتسريحه. تمام. ولو في اي ازايز ميه، كوبايات بتاعه شاي او عصير مثلا تشرب فيها من بالليل، او اطباق فاكهه، كل الكلام ده وانت خارجه من الاوضه يكون الكلام ده معاكي. تمام كده. ممكن توقفي بس الاوضه على الكنز، يبقى الاوضه بتاعتنا كده متروقه كده وزي الفل. بس يا دوبك واقفه كده ايه معانا على الكنز. طيب طلعت كده من الاوضه وداخلين كده على الحمام عشان نتوضى بقى ونصلي. واقفه كده عشان تتوضي. قبل ما تتوضي كده امسكي كده سبونشه كده يكون ايه فيها شويه صابون سايل او المسحوق بتاعك يعني، وتمشي ايدك كده على الحوض. مشي ايدك كده بشويه كلور كده في قلب القعده. ربنا يعزك يعني. ده التنظيف اللي هو اليومي. يبقى اللي احنا بنتكلم فيه ده يا بنات، ده تنظيف اللي هو اليومي. احنا لسه ما اتكلمناش لا تنظيف اسبوعي ولا التنظيف الشهري ولا حتى التنظيف السنوي. تمام كده. اللي انا بتكلم فيه ده بقى ايه؟ ده الروتين اليومي العادي لاي ست بيت شاطره عشان يبقى بيتها دايما محافظه كده على نظافه بيتها، ويبقى ايه ما ياخدش منها وقت ولا مجهود. تمام كده. طب تعالى اقولك بقى، ساعات كده في بيوت كده تخشيها كده يبقى دايما ريحتها من بره ريحتها دايما تبقى مكمكمه، مع ان اللي تبقى قاعده في البيت ما بتبقاش شامه نفس الريحه. يعني انت ممكن تخش عند حد تبقى حاسه ان ريحه البيت مكمكمه خالص وريحه مش لطيفه، بس اصحاب البيت ما هماش شامين ليه عشان هي بتبقى قاعده في قلب البيت فما فيش ريحه جديده داخله عليها، لكن اللي داخل هو اللي بيبقى شامم الريحه. ده بقى بيبقى سببه ايه؟ ده بقى بيبقى يا قشر فاكهه مثلا متركم. ربنا كده يعزكم جميعا، الزباله ما بتترماش كل يوم. يا اما قشر الفاكهه بيكون في بواقي مثلا بالاكل، او يكون عندك اطفال مثلا بتغيري بامبرز والحاجات ديت، فبتبقى الزباله بتبقى مكومه يعني. فالمفروض اصلا اتخلص من الزباله دي بشكل يومي. فالحاجات دي يا جماعه هي اللي بتعمل ريحه مش لطيفه. فالمفروض كده من حضرتك اول ما تصحي كده من النوم، اللي هو التنظيف اليومي العادي بتاعك خالص، اول حاجه بتبتدي بيها تفتحي الشبابيك يعني والبلكونات والحاجات دي، تبقى مهويه الشقه تماما. ولو عند حضرتك برضو شباك في المطبخ او شباك للحمام، دول يتفتحوا بشكل يومي. لو ما فيش عندك شبابيك ممكن تشغلي الشفاط. ولو قدرتي تفتحي باب الشقه للناس اللي ما عندهاش لا شبابيك، مثلا بتبقى ساعات اللي هي شويه الاسكان دي بتبقى فيه ساعات كده شقق اللي هي ما يبقاش فيها شبابيك او بلكونات وكده، بتبقى الدخله اللي هي لجوه بتبقى منها على المنور يعني. تقدري حضرتك تفتحي برضك الشباك اللي تقدري يا رب تفتحي باب الشقه اذا امكن يعني، ان شاء الله، بس حتى لو 5 دقايق. دي للناس اللي ايه اللي شقتها داخليه يعني يا بنات. تمام كده. نرجع بقى لمرجوعنا. يبقى احنا كده بقى خلاص كده اتخرجنا كده من الحمام، بقى عندك الحمام زي الفل والدنيا تمام كده. اتوضيتي بقى وصليتي وظبطتي كده حالك بقى وفطرتي كده وشربتي شايك، ادخلي بقى على اول حاجه بعد صلاتك كده مباشره بعد ما تفطري وكده، تدخلي عليها هي اوضه الضيوف، المكان اللي ايه اللي بنستقبل فيه الضيوف دايما. المكان ده يا بنات لازم نحافظ عليه على قد ما نقدر. ان هو يبقى نظيف كده ومرتب وريحته حلوه، ما يبقاش فيه كركبه، ما يبقاش فيه لعب اللي هي بتاعه الاطفال. ما يبقاش فيها بقى مثلا بواقي اكل، ما يبقاش فيها بقى ايه ازايز وكوبايات والكلام ده كله، لازم نتخلص منه اول حاجه كده. طب تمام خلاص، احنا كده لمينا كده الازايز والاطباق والكوبايات والهيصه دي كده.
نعمل بقى ايه، نفتح لو فيها مثلا المكان ده فيه شباك نفتحه نهويه، بلكونه بس برضو نفس الكلام نهويها. يبقى معايا حضرتك كده بقى حته قماشه. لو عندك ملمع خشب او في مثلا الانتريه بتاعك او المكان اللي انت موجود فيه طالع منه خشب او حاجه زي كده، برضو نلمعها بحيث ان ايه ما يبقاش مترقم عليها التراب فبيضيع منظر شكل الانتريه، يبقى شكله مش حلو. القماش بقى متكوم عليه تراب، فيبقى ايه بصي يعني بتهدي نفسك على الفاضي. فانت الحاجات البسيطه دي اول باول مش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود. بايدك كده بقى كده بالقماشه كده، ولف كده ايه على الخشب اللي باين. لو الشاشه موجوده برضو لمعيها. تمام كده. يبقى احنا كده ايه ظبطنا كده الشكل العام. حلو. برضو حابه تاجلي الكنس لحد ما تخلصي اوضه الاطفال، يبقى تشغلي المكنسه للشقه كلها مره واحده. تمام. حابه تكنسي اوضه اوضه وتقفليها برضو تمام، دي حاجه ترجع لك. تمام كده. يبقى كده الاوضه اللي هي بتاعه الضيوف بقت زي الفل. حلو كده. خلاص احنا كده خرجنا كده بقى من الاوضه، داخلين ايه على اوضه الاطفال. طبعا بصوا يا جماعه، اوضه الاطفال بشكل عام اي حد في بيته اطفال الاوضه بتاعته لازم تكون مكركبه، لازم مكعبات العاب مش عارفه ايه اطباق ازايز الحاجات دي كده كلها. دي بقى دايما في كل بيت. بس هنا بقى انت هنا كده بشطارتك اللي تقدري تنظمي الدنيا وتقدري تعودي ولادك على المسؤوليه حتى لو هم صغيرين. لو هيقدروا مثلا يشيلوا كوبايه، لو هيودوا ازازه، الحاجات ديت بيقدروا ايه انت كده بتعلميهم النظام، بتعلميهم النظافه، بتعلميهم ما يبقوش حاطين تكلم كله عليكي ان ماما اللي هتيجي تعمل، ماما هي اللي هتيجي تسوي، فيطلعوا عيال بقى مستهترين. محدش يزعل مني. ويطلعوا عيال متدلعه، وبصي يعني مش هيفيدوكوا باي حاجه خالص، ولا حتى هم كمان هيفيدوا نفسهم عشان تكوني عارفه. فانت لازم حضرتك تعودي ولادك حتى لو انت شايفاهم صغيرين، برضك لازم تعودهم. وعايزه اقول لك على حاجه، طول ما انت شايفاهم بعين ان هم صغيرين ومش هيقدروا ان هم يعملوا حاجه، هيكبروا على كده، هيكبروا على كده. وبصي بعد كده خلاص بقى يعني اللي هو ايه، في مثل يقول لك دقوا على الحديد وهو سخن. لو انت ما علمتهمش وهم صغيرين هيكبروا على كده وهيتعبوكي جدا، وهم حتى كمان مش هيعرفوا ينفعوا نفسهم. فانت حضرتك لازم تعودي ولادك ان هم لسه صغيرين كده، شيلي الازازه، ودي الكوبايه، حوش اللعب مثلا، تبقى حضرتك كده عامله لهم باسكت كده يلموا فيه اللعب بتاعتهم. اخر اليوم بقى كده يقوموا لمين بقى في الباسكت بقى العرايس العربيات الحاجات ايه الحاجات دي بتاعتهم تبقى مرميه في الارض، بتبقى خلي شكل الاوضه مش حلو خالص. هما بقى قبل ما يلموا الحاجات دي كده، وطبعا تبقى خلي لهم كده باسكت كده صغير في قلب الاوضه، يحطوا فيه بقى ورق من مطرح ما كتبوا حاجه او رسموا او لونوا كده يعني، يرموا فيه. فالباسكت ده اول باول كده كل يوم لازم يتفضى في السله الكبيره بتاع اللي هي ايه بتاعه الزباله عزكم الله يعني. وبرده هم عبال ما يكونوا لموا لك الازايز ولموا اللعب، تكون انت ايه روقت لهم السعر بتاعتهم. وبرده زي ما قلت لك بيكون معاكي كده قماشه كده نظيفه تلمعي بها الخشب اللي باين، الكومودينات ممكن يكون مطرح عصير واقع، الحاجات دي لما بتترقم بتبقى مش حلوه، وبرده بتعمل ريحه مش حلوه، ومنها كمان بتبوظ الخشب عشان تكوني عارفه. تمام كده. احنا كده ظبطنا الاوضه كده اهيت، وبرده هوناها لهم. انت كده بقى برده المنظر الاوضه عندك بقى زي الفل. تمام كده. وطبعا هنسيب لهم بقى الشباك بتاعهم ده مفتوح، بس يعني يكون برضو عالي عن ايديهم يعني وكده، ويكون في سلك وكده برضو حفاظا على سلامتهم يعني. بس نسيبه مفتوح معظم النهار يعني. عايزه اقول لكم يا جماعه التهويه مهمه جدا 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 لاي شقه. وعاوز اقول لحضرتك كده على حاجه، لو انت مهوتيش الشقه بصي، ولو شلتي وحطيتي ومهما جبتي من المعطر الاغلى انواع الحاجات اللي بتبقى جايه من بره، برضو الشقه هتبقى ريحتها مكمكمه. فحافظي دايما على تهويه الشقه، الموضوع هيفرق جدا جدا معاكي. ودايما انت على الاقل في تنظيفك اليومي يعني على قد ما تقدري كده الحتت اللي باينه معاكي تكون كده القماشه معاكي في اي حتت باينه تتلمع من الخشب. القماشه معاكي تكون نضيفه، تمشيها كده على الكومودينو، على التسريحه، على ترابيزه الانتريه. الحاجات دي كده كلها صدقيني صدقيني بتفرق جدا في الشكل، وبيفرق جدا كمان معاكي في النظافه. وبيخلي اللي يبقى داخل عندك بيشم ريحه البيت حلوه. وبرده بيبقى عارف ان فلانه ديت لا ده الفلانه دي نظيفه وشقتها بقى فله وسجادها قشطه. فبص الحاجات الصغيره دي لما بتعمليها اول باول بتفرق معاكي. وانت دايما هتبقى مميزه بالحاجه دي، هتبقي دايما مميزه بنظافه بيتك وريحته الحلوه، وانت دايما محافظه ان هو يبقى مرتب كده ومهندم وشكله بيبقى حلو. احنا كده خلاص خلصنا كده الفيديو بتاع النهارده. انت كده بقى كده يبقى كده شقتك بقت زي الفل. يبقى مفيش بس كده هتمسكي بقى المكنسه كده، لو انت ما كنستيش كل اوضه هتمسكي كده بقى المكنسه تلفيها كده على الشقه، تديها كنسه كده مره واحده. تمام كده. وبرده لو في حاجات في الارض كده بس باينه ما عندك كده اللي هي الشرشوبه كده بحبه معطر، بتلمعي مثلا ايه السيراميك اللي بيبقى باين من الشقه. ده التنظيف اللي هو اليومي. احنا لسه هنتكلم في تنظيف اسبوع وتنظيف الشهري. بس اتمنى بقى يا رب الفيديو يكون عجبكم.
وتكونوا استفدتوا منه ولو بمعلومة بسيطة، ولو طلعتي منه بحاجة حلوة تخليكي دايما تبقي محافظة على نظافة بيتك وعلى ريحته الحلوة. يلا بقى حطي لايك حلو كده للفيديو، واشوف وشكم على خير، ودمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.